كيكة البسكويت زي ما انتم شايفين تحفة ازاي. هتقدري تعمليها في البيت في 10 دقايق. او كيكة السحاب، كيكة البسكويت بالشوكولاتة تحفة، سهلة جدا وبدون فرن بدون اي حاجة. هتقدري تعمليها بمكونات بسيطة وسهلة في البيت. شايفين الجمال والحلاوة؟ هو ده الكلام، هو ده الكلام. كيكة البسكويت السحرية كيكة 100%. مم. مم. تحفة. محتاجين 2 كوب من الحليب. هننزل بقى ب3 معالق كبار هرميين كده من النشا، وننزل ب3 معالق من السكر ونرفعهم على النار لحد ما يربط معانا القوام ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا بننزل بالسكر، اول ما يربط معانا بنسيبه يبرد خلاص او بندخله التلاجة. بعد ما برد بننزل عليه بمعلقتين كبار من الكريم شانتيه ونص كوب من الحليب، وبنضربه باي حاجه عندنا او المضرب الآلي كده. نضربه لحد ما نوصل للقوام الناعم ده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. طبعا عندنا البسكويت كده المربع ده، طبعا بنسقيه كده في الحليب ونيجي نازلين رصينه كده زي ما انتم شايفين كده في اي بوله عندنا. طبعا كان عندي البوله البايركس حبيت اعمله فيها. زي ما انتم شايفين كده رصينا البسكويت، نزلنا بقى بالكريمه اللي احنا عملناها اول طبقه، وبعدين ننزل بطبقه البسكويت. والكلام ده 4 مرات على كده يا جماعه. طبعا ننزل بطبقه البسكويت التانية طبعا بنساوي، وننزل بالكريمه وبعدين ننزل بالبسكويت، وبعدين ندخلها التلاجة لمده نص ساعه. وبعدين عشان نعمل الجناش الشوكولاته بنسيح الشوكولاته على النار، وبننزل كده ب 100 جرام شوكولاته بنحط عليهم ربع كوب من الحليب لحد ما نوصل لجناش الشوكولاته ده، وبعدين نصبه بعد ما يبرد معانا ونوصل للقوام الجميل ده.